اتفضلي يا ست تغريد. خلي الفلوس دي معاكي وانزلي كده مع اختك ولا ماما، هاتيلك طقم ولا حاجه. بقالي فتره كده ما اديتكيش اي حاجه بره مصروفك. يا سلام، والله يا بابا جم في وقتهم. ربنا يخليك ليا. انا كنت محتاجه كام حاجه كده. دايما كده يا حبيبي حاسس بيا، ونفحاتك الحلوه دي بتيجي في وقتها. ده اللي اتعودت عليه طول عمري قبل جوازي، وما كنتش أعرف إنه هيكون سبب أزمتي بعد كده. تصوروا إنه كان سبب أزمتي. وقبل ما تعرفوا كل الحكاية بالتفصيل وتفهموا أصلها وفصلها من البداية، بدعوكم الأول تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قنواتنا حكاوي الدنيا وحكاوي الدنيا 2 وقضايا حكاوي الدنيا، وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا دايما كل جديد من فيديوهاتنا. ده لو انت معانا على اليوتيوب، ولو كنت معانا على الفيسبوك لايك وشير لو حبيتوا الفيديو. وبينا نبدأ حكايتنا. أنا تغريد من أسرة متوسطة، عايشة مع ماما وبابا وكمان أختي سلمى. فتحت عينيا لقيت بابا بياخد باله من كل احتياجاتنا كلنا، ومش قصدي أنا وأختي وبس، لأ، ماما كمان كانت قبلينا زي ما هنشوف كده. كل سنة وانت طيب يا بابا يا حبيبي. كل سنة وانت طيب يا أحلى بابا في الدنيا كلها. وانتم طيبين يا بكاشة انت وهي. اقعدوا الأول كده افطروا وبعدين اديكوا عديتكم. هي سلام، ما أنا عرفت إنك اديت ماما العيدية أول ما صحيت. لأ وإيه؟ ده مزود العيدية كمان يا بنتي. لا لا لا، أمكم دي حاجة تانية خالص، مالكوش دعوة بيها انت وهي. هو والله ده أنا عمالة أقول له ملهاش لازمة وخلاص، أنا كبرت على الحاجات دي، وهو أبدا بيفكرني ببابا الله يرحمه. ربنا ما يحرمني منك أبدا يا حبيبي. ولا منك أبدا يا غالية. هو أنت مراتي وبس، ده أنت بنتي البكرية كمان. عايزين الحقيقة؟ احتواء وحب بابا لماما هو اللي حببني في فكرة الجواز، لحد ما أصحابي بدأوا يتجوزوا وأختي كمان اتجوزت، وبدأت أفهم إن مش كل راجل هيكون زي بابا، خصوصا مع أول مشكلة ما بين سلمى وجوزها. بصوا كده يا عمي، أنا مش معترض على إني أديها المصروف اللي هي عايزاه، بس اعتراضي على الطمع اللي أنا اتفاجئت بيه فيها. وإنت يا سلمى، عايز أسمع وجهة نظرك. لما أنت بتشتغلي وليكي مرتبك اللي ما شاء الله بيكفيكي وزيادة، بتطلبي من جوزك مصروف ليه يا بنتي؟ يا بابا حضرتك مربيني كويس وعارف إن عيني مليانة، ولا يمكن أطمع أبدا حتى لو في ملايين الدنيا. أمال معناها إيه بقى لما يبقى مرتبك ما شاء الله معدي 6000 جنيه وتبقي قاعدة مستنية مصروف شهري مني؟ أيوة يا بابا، أنا ببقى محتاجة أحس إني دايما مسؤولة منه. أنا عارفة إنك مكفي البيت، بس أنا كمان من نفسي بشوف لو أي حاجة ناقصة وبجيبها، لأن مش هدفي الفلوس، أنا هدفي هو الاهتمام والاحتواء. بص يا ابني، أنا من الأول متأكد إن بنتي لا يمكن تطمع أبدا، بس الست لو مليونيرة ومعاها مال قارون لازم تحس بقوامة جوزها، وإنها مسؤولة منه وبتستمد إحساسها بالأمان منه هو. يا عمي أنا مش بخيل والله، ولا بستخسر فيها، بس كل الموضوع إني ما كنتش فاهم قصدها ده. وهي دي غلطتك يا سلمى يا بنتي. جوزك مهما كنتم قريبين من بعض قبل الجواز، بعد الجواز حاجة تانية. العشرة اللي ما بينكم والتفاهم هيتبنوا بالحوار. اتكلمي معاه، فهميه، هتختصري وقتها مشاكل كتير قوي. وقتها بقى بابا حل سوء التفاهم اللي كان ما بين سلمى وجوزها، بس أنا ما كنتش مقتنعة بإن في حاجات لو الإنسان مش متعود يطلبها هتكون صعبة عليه جدا طلبها. وده بقى اللي أنا عشته في أول سنة جواز من أدهم، زي ما هتشوفوا كده. في إيه يا تغريد؟ مالك؟ بقالك فترة كده مش متظبطة. هو أنتي في مشكلة عندك أنتي وأدهم ولا إيه؟ والله أنا ما عارفة أقولك إيه يا سلمى. هو في مشكلة بالنسبة لي،
لكن بالنسبة لأدهم مفيش. المشكلة بيني وبين نفسي أنا. وعلى فكرة أنا ما اتكلمتش معاه في اللي مضايقني. طيب وإنتي إيه اللي مضايقك بس يا تغريد؟ مالك؟ أدهم من يوم ما اتجوزنا ما فكرش يوم يسيب لي مصروف ولا حتى يسألني محتاجة إيه. بيكبر دماغه يعني، ولا تقصدي إن هو بخيل؟ ولا ده ولا ده. هو شايل البيت شيل، وما شاء الله انت عارفة انه مقتدر ومش بخيل خالص. بس ولا مرة جه في تفكيره يديني مصروف او حتى يسألني ناقصك حاجة. طيب يا بنتي انت ما بتشتغليش، ليه ما بتطلبيش منه يا تغريد؟ خصوصا انك مش هتكوني يعني بتضغطي عليه في اي حاجة. بصي، هو اول كل اسبوع او اسبوعين الاقيه جاي وبيقول لي يلا تغريد، يلا عشان ننزل نشتري طلبات البيت والحاجات اللي ناقصانا. طيب تمام، هجيب الفراخ واللحوم وفي كام حاجة كده ناقصين في الحمام، شامبو شاور وشوية حاجات كده. طب يلا وشوفي كل اللي ناقص كمان هاتيه. طيب تمام، بس غير الأكل والشرب بتبقي محتاجة حاجات شخصية ليكي، ميك اب، شنطة عجبتك، لبس، يا ستي حتى لو آيس كريم. حتى لو لقيت كل اللي أنا عايزاه ده هناك ووقفت قدامه بمشي، ما بقدرش أجيب أي حاجة شخصية ليا. أنا ما تعودتش أطلب. فاكرة بابا كان بيعمل معانا إيه لما كان من نفسه كده يجي ويقول لي اتفضلي يا ست تغريد، خدي الفلوس دي، انزلي مع أختك ولا ماما هاتيلك طقم كده ولا حاجة، بقالي فترة ما عطتكيش أي حاجة بره مصروفك. يا سلام عليك يا سي بابا، والله جم في وقتهم، ربنا يخليك ليا. أنا كنت محتاجة كام حاجة كده، دايما حاسس بيا ونفحاتك بتيجي في وقتها يا حبيبي انت. يا سلام، هو انا ليا غيرك انت وماما واختك؟ انا ما اقدرش احرمكم من اي حاجه ابدا، ببقى عايز اجيب لكم الدنيا كلها تحت رجليكم ومن قبل ما تطلبوا حتى. دايما نفسي اللي انتوا عاوزينه يبقى عندكم على طول. يا سلام يا بابا لو الدنيا كلها تبقى شبهك كده. خلي بالك انت يا تغريد مش مشكلتك مصروف وفلوس تجيبي بيهم اللي ناقصك، مشكلتك انك بتدوري على نسخة بابا. بس زي ما انت كده هتبقي اكيد مختلفة عن مامة ادهم، هو كمان اكيد هيكون مختلف عن بابا. انا فاهمة ان مفيش حد شبه التاني، بس انا ما تعودتش اطلب، ما بعرفش. اللي انا فهمته كويس ان اللي بيحبني هيبقى عارف يحتويني وعارف اللي ناقصني من غير ما اتكلم. لا، لازم تتعودي واحدة واحدة كده. انا بشتغل وليا مرتبي، بس احتياجي المصروفي من جوزي ده علشان عايزة افضل احبه، افضل احس اني مسؤولة منه، وهو بقى ما كانش فاهم ده. وفي الوقت ده يا جماعة ادهم كان صح وسمعنا، بس ما حبش يحرجني قدام سلمى. استنى لما سلمى نزلت وبعدها بشوية خرج من الأوضة وطلب مني ألبس علشان ننزل نتعشى. وبعد ما اتعشينا لقيته بيقول لي ليه يا تغريد، ليه ما جيتيش واتكلمتي معايا زي ما اتكلمتي مع أختك كده؟ ها، أنا مش فاهمة أتكلم في إيه يعني. أنا سمعت كلامك كله أنت وسلمى ومن غير قصد والله، بس ما كنتش متخيل إنك ممكن تكوني تتكسفي مني. أنا دايما فاكر إن مش ناقصك أي حاجة، وإنك لو احتجتي حاجة هتطلبيها على طول، وما جاش في بالي موضوع المصروف الشخصي ده. يا أدهم موضوع إني أطلب منك ده تقيل عليا قوي وصعب. أنا عشت طول عمري مع بابا، كل اللي بحتاجه بيعملهولي من غير ما أطلبه. مصروفي كان بيبقى معايا ولاقيه كل فترة عارف احتياجاتي وبيسدها من نفسه. بس خلي بالك بقى، مقارنتك يا تغريد فيها ظلم ليا. عمي انت مولودة على ايده وكبرتي وعايشة معاه سنين طويلة، لكن خطوبتنا على جوازنا ما يكملوش السنتين، يعني احنا لسه بنتعرف على بعض وبنتطبع وبنفهم طبع بعض. ايوه، بس اللي بيحب حد بيحس بيه، بيفهم طلباته واحتياجاته. وعلى فكرة بابا كان بيعمل كده مع ماما. اكيد يا تغريد اخد وقت لحد ما يفهمها، علشان كده كل اللي طالبه منك
تتكلمي معايا. أنا كنت فاكر إن إحنا تمام ومفيش ما بيننا أي مشكلة. عندك حق، بس في حاجات صعبة عليا الكلام فيها. بس ده هيريحنا كتير قوي في حياتنا، وهيختصر لنا مشاكل وأزمات أكتر. الحوار يا تغريد هيخلق ما بيننا ألف فرصة للتفاهم والقرب. ومن يوميها بقى كل شهر أدهم يديني مصروف البيت ومصروف ليا، وغير كل ده بقيت ألاقيه داخل عليا وبيقول لي خدي مني يا حبيبتي الحاجات دي وسيبي الباب مفتوح، البواب هيطلع باقي الشنط. ما شاء الله يا حبيبي، ايه كل ده بس؟ أخدت مكافأة كبيرة في الشغل وقلت لازم أفرحك معايا، وجبتلك الفستان والشنطة اللي سألتي عليهم على النت. ايه ده؟ بجد؟ هو انت خدت بالك؟ ايوه طبعا اخدت بالي. مش اتفقنا اللي بيحب بجد لازم يفهم حبيبه ويعرف ازاي يساعده؟ المهم بس ياخد فرصته انه يفهمه. واتفضلي يا ستي دول كمان ملهمش دعوة بمصروف البيت ولا مصروفك. بس دول كتير قوي يا أدهم، أنا لسه واخدة مصروفي. خليهم معاكي وهاتي كل اللي نفسك فيه. الحوار والوضوح ما بيننا مش بس خلى أدهم ياخد باله من الماديات، لأ، خلاه يعرف إزاي يكون زوج وأب. وأنا كمان فهمت إن الناس مش استنساخ، لكن اللي بيخليهم يتفقوا في حاجات ويختلفوا في غيرها هو مدى التفاهم والحوار. بلاش تضيعوا على نفسكم حاجات كتير وفرصة تقربكم من شريككم. بالسكوت غالبا ممكن ما يعرفش أصلا بوجود مشكلة. وهستناكم في التعليقات تقولولي بقى كم حد فيكم كاتب مشكلته جواه ومضيع على نفسه فرصة حلها بالكلام والحوار. ودي كانت قصتنا النهاردة، واشوفكم إن شاء الله في قصة جديدة. ولو وصلنا لحد النهاية ما تنسوش تدعموني باللايك.